بيبتدي الفيلم مع وصول أكبر زعيم عصابة مخدرات للمطار في كولومبيا. بعدها بيتنقل مع حراسته الكبيرة لقصره الضخم. بعدها بيغير هدومه وبينزل البسين، وهو بيعوم لاحظ ساعة شبه بتاعته في الأرضية، فراح يجيبها وفجأة شخص هجم عليه لابس بدلة غوص وفضل يخنق فيه. الزعيم حاول يقاوم لكن بعدها استسلم للموت. بعدها القاتل بدأ يحرك الجثة من تحت كأنه بيعوم عشان الحراس ما يشكوش، وخرج بسرعة لأوضة جانبية وغير هدومه. في اللحظة دي الخدامة شافت الزعيم ما بيتحركش وبدأت تصرخ، فالحراس جريوا والمكان بقى فوضى. بعدها القاتل خرج من الغرفة بلبس الخدم وقدر يخرج بره القصر، وكانوا بيحسبوا ان الزعيم جاله سكتة قلبية. بعدها القاتل غير هدومه واخد شنطته وجري ناحية الجسر، فكان فيه مركب محملة بترول معدية، فنط بسرعة من الجسر وفضل ماسك في المركب عشان يبعد عن المكان. بعدها بنشوف القاتل وصل أمريكا، وبنعرف إن اسمه آرثر بيشوب وبيشتغل في منظمة سرية هدفها هو تصفية أي حد يعطل مصالحها. وهنا ركب المركب عشان يروح لبيته المنعزل عن الناس، ولما دخل فتح حتة العمليات اللي عليها كل الصور والمعلومات عن زعيم المخدرات وكمان طرق الهروب. وسر تميز بيشوب هو إن بيخلي أي عملية قتل كأنها حادث أو وفاة طبيعية. وتاني يوم بيشوب خرج من بيته وركب المركب عشان يروح المطعم، وهنا دخل هاري على كرسي متحرك ويبقى رئيس بيشوب في الشغل، وقال له انت بقيت زي الآلة عشان كده بيكلفوك بالعمليات الصعبة. بعدها بيشوب سأله عن ابنه ستيف، فبنعرف من هاري انه اتطرد من الشغل بعد ما كان هيموت زميله من الضرب وكان حاسس بخيبة امل منه. بعدها بيشوب مشي ومعاه فلوس العملية. بعدها بكام يوم بيشوب بيتكلف بمهمة جديدة، لكن المفاجأة ان الهدف يبقى صديقه هاري ورئيسه في الشغل، فكان مصدوم. ولما كلم المختصين عشان يتأكد المعلومات طلعت صحيحة، فبيطلب يقابل دين ساندرسون ويبقى رئيس المنظمة. فوافقوا وبعتوا له طيارة خاصة، وهناك قابل الحارس الشخصي للرئيس واعجب بالخاتم بتاعه، فالحارس عرفه انه حصل عليه لما بقى بطل عالم في الملاكمة. بعدها الرئيس دين اتكلم معاه، فبيشوب كان مستغرب من انه عايز يقتل هاري، فدين عرفه انه من فترة بعت فريق من 5 عملاء عشان يقتلوا هدف مهم في جنوب افريقيا، لكن الهدف قدر يهرب والخمسة اتقتلوا. وهنا بيشوب اتعرف على واحد منهم اسمه سبيستيان. بعدها عرفه ان فيه جاسوس بينهم وقام بتسريب المعلومات، واكد له ان العمليه ما كانش يعرفها غير 2 هو وهاري، وفهمه ان هاري كبر وعجز وعنده ديون كتير ومشاكل بسبب الطلاق وغير مصايب ابنه كمان. بعدها وراله كشف بتحويلات بالملايين لحساب هاري منها مره من اسبوعين، فبيشوب قال له انا ممكن اتكلم معاه. فالرئيس اكد له ان قتل هاري ما فيش فيه رجعه، لانه طول ما هو عايش بيشكل خطر على المنظمه، وانه اختاروه لانه بيقدره وكمان اقرب حد لهاري، وبالتالي يموت في هدوء. وهنا اداله مهله 48 ساعه والا هيبعت ناس تنفذ المهمة. بعدها بيشوب رجع البيت وكان حيران ومتردد جدا. وفي الليل هاري كان في الشغل، فبيشوب اتصل بيه وعرفه ان رجال الدين جايين يقتلوه، فقال له ياخد الحاجات المهمة ويكون معاه مقص. وفعلا هاري اخد المقص وفصل التيار الرئيسي، فالكهرباء فصلت في الدور اللي هو فيه، وبالتالي كاميرات المراقبة اتعطلت. بعدها ارشدوه لطريق الهروب لغاية ما وصل للجراج، ولكن اتفاجئ ان عربيته مفتوحة والازاز مكسور. وبعدها بيشوب ظهر، وهنا هاري اكتشف انه مش بيساعده ولكن عمل له فخ عشان يقتله ويخلي الموضوع كأنه جريمة سرقة عربية. بعدها هاري طلع مسدسه الشخصي وضرب 3 رصاصات على عربيته عشان يثبت قصة السرقة. بعدها ادى المسدس لبيشوب، فبيشوب خده منه وسأله انت ليه ما قتلتنيش، فهاري عرفه انهم هيبعتوا له ناس تانية لغاية ما يموت، وانه يفضل انه يموت على ايده هو. بعدها بيشوب ضربه بالنار في قلبه. بعدها كان حزين جدا لانه اضطر يقتل صديقه. وبعدها بنشوف ستيف ابن هاري في جنازة ابوه، وبيشوب راح عشان يواسيه، فستيف قال له انا ما شفتهوش من زمان. بعدها طلب منه يوصله لبيت ابوه، وهناك ستيف بص على حاجه والده واللي كان ضابط في الجيش، وقال لبيشوب ان حساب البنك بتاع ابوه فاضي والبنك هيحجز على البيت بسبب الديون، وبيعرفوا انه هينتقم من اللي قتل ابوه. وكان مستغرب ازاي حد ممكن يقتل شخص على كرسي متحرك، وبيشوب كان حاسس بالذنب وهو بيسمعه فخرج ومشي. بعدها ستيف بقى لوحده وبدا يسكر زي عادته ويضرب رصاص في كل البيت زي المجنون. وفي الليل ستيف كان في عربيته، فواحد غريب قرب منه وفجأة طلع مسدس وهدده عشان يسرق عربيته، فستيف بسرعة زقه وفضل يضرب فيه بعنف لأنه مفكر اللي زيه هو اللي قتل أبوه. بعدها ستيف طلع مسدس ولسه هيقتله، فجأة ظهر بيشوب فأخد منه المسدس وهدد الحرامي بإنه ما يتكلمش وخلاه يمشي. بعدها حذر ستيف بإنه لازم يخلي باله من أفعاله. تاني يوم بيشوب كان بيشتري طلبات من الماركت، فراح له ستيف وقال له إنه فكر في اللي حصل امبارح وإنه عايز يبقى زيه. فبيشوب قال له مش فاهم قصدك، لكن ستيف عرفه إنه فاهم
فاهم هو بيشتغل ايه بالظبط وان ابوه هو اللي علمه كل حاجه. فبيشوب ما ردش وقال له روح بيتك. بعدها بيشوب كان رايح للبيت فوقف قدام مركب عجباه، فالحارس قال له انا عارف انك عايز تشتريها ونصحه بانه يمشي ورا قلبه. فبيشوب ابتسم ومشي. وفي الليل كان ماسك صورة هاري وحاسس بالندم، وقرر انه يساعد ستيف ابنه، فاتصل بيه وقال له قابلني بكره في المكان اللي هقولك عليه. وتاني يوم ستيف راح له وقابله في ملجأ للكلاب، وبيشوب اشترى له كلب صغير وحذره ان الانتقام ممكن يخليه يتقتل بسهوله، وانه ما ينفعش يعمل حاجات مجنونه زي اللي عملها وقت سرقه العربيه. بعدها طلب منه يعتني بالكلب كانه صاحبه ويروح بيه لمقهى معين كل يوم لمده ساعه. بعدها بدأ يدربه على الاسلحه المختلفه، ومستوى ستيف كان بيتطور بسرعه. وبعد ما البنك حجز على بيت ستيف راح عشان يعيش مع بيشوب في بيته. وتاني يوم بيشوب كان بيصلح عربيته وبيعرف ستيف انه بقاله سنتين بيصلح فيها. بعدها اخدوه وراحوا لشخص كان بيشوب متفق معاه على شغل، ولما اداله الفلوس يعدها فجأة هاجمه وفضل يخنقه لغاية ما مات. بعدها خلى طريقة موته كأنها انتحار، وعرف ستيف انه كان عايزه يشوف تنفيذ الشغل بنفسه. ولما رجعوا للبيت بيشوب وراله صورة القتيل والمعلومات اللي جمعها عنه، وعرفوا انه كان تاجر سلاح. بعدها بيشوب بيسلمه ملف عن مهمته الاولى، وبيعرفوا ان الهدف اسمه بورك، وانه قاتل محترف ومتعود يقعد في المقهى كل يوم الصبح لمدة ساعة، وبيحب جدا الكلاب الصغيرة وبيهتم بالشباب، وانه اخد باله منه طبعا لما كان بيقعد في المقهى الفترة اللي فاتت. وبعدها بورك فعلا بيتعرف على ستيف، ولما سأله اذا كان ساكن قريب فستيف فهمه انه مفيش مكان معين وانه بينتقل من مكان لمكان، فبورك عرفه انه وحيد زيه. بعدها بنشوف بيشوب ادى لستيف المخدر اللي هيحقن بورك بيه عشان قلبه يقف ويموت. ولما اتقابلوا بعد كده في البار ستيف طلع المخدر عشان يحطه في مشروب بورك، ولكن اتراجع لانه افتكر ازاي بيشوب بينفذ الشغل وحب يقلده. بعدها بورك عرض عليه يروح لبيته، فستيف وافق وراحوا للبيت، وهناك فضلوا يتكلموا مع بعض. بعدها ستيف مسك الحزام وفاجئ بورك وحاول يخنقه، لكن بورك كان اضخم واقوى منه فزقه ودار قتال عنيف بينهم، وبورك وقعه على الارض وفضل يضربه بعنف ويرميه في كل ناحيه. بعدها ستيف اخد مفك وغرزه في بطن بورك اكتر من مره، لكن برضه بورك ضربه بقوه ووقعه على الارض، واخد المفك عشان يقتل ستيف، لكن ستيف اخد قطعه حديد من المدفأة وضرب بورك بقوه اكتر من مره لغايه ما خلص عليه. بعدها راح لبيشوب اللي كان متضايق لانه ما عملش اللي اتفقوا عليه. بعدها بكام يوم بيشوب جاله طرد عن طريق المطار، ولما فتحه لقى فيه فلوس العمليه وملف وموبايل. ولما اتصل على الرقم رد عليه الرئيس دين، واللي كان مستاء ان بيشوب دخل ستيف معاه في الشغل، لكن بيشوب عرفه ان الامر ده خاص بيه. وهنا دين ساله اذا كان ستيف يعرف انه قتل ابوه، فبيشوب ما ردش. بعدها الرئيس دين اكد عليه ان العمليه اللي جايه مهمه ولازم تتنفذ باسرع وقت. بعدها بيشوب وستيف بدأوا يخططوا للمهمة، والهدف بتاعهم اسمه أندرو فون، وهو زعيم طائفة دينية قدر يكسب ملايين من خلال المراكز اللي بيعملها وبرامج التلفزيون. وقرروا انهم هيحقنوه بجرعة عالية من الادرينالين عشان تبان وفاة طبيعية. بعدها جهزوا عدتهم بعد ما اجروا الغرفة اللي تحته وتسلقوا الجدار قدام غرفة أندرو في الفندق، وزرعوا كاميرات قصادها، وهنا قدروا يراقبوا كل تحركاته ومداخل ومخارج الغرفة. بعدها راحوا لغرفته لكن من المكان المخصص لأنابيب المية، وهنا ستيف دخل كاميرا متحركة من فتحة التهوية بتكشف كل جزء في غرفته. بعدها الطبيب بتاع أندرو دخل عليه واداله حقنة كيتامين، فبيشوب اتفاجئ وعرف ستيف ان الكيتامين بيبطل مفعول الادرينالين، وبالتالي مش هينفع يحقنوه ولازم يقتلوه بنفسهم. فاول ما الطبيب خرج يعمل مكالمة هنا اقتحموا الأوضة من مكان المراية، وستيف دخل خرطوم جوه بقه فنفسه اتقطع وكأنه مات موتة طبيعية، وخرجوا بسرعة. وهنا دخل الطبيب واتفاجئ ان النبض بتاع أندرو وقف، فنده على الحارس الشخصي وما كانش عارف يتصرف. وفجأة جهاز من اللي حاططهم بيشوب فك، فالصامولة اتدحرجت ووقعت من فتحة التهوية، فطبعا شكوا. فواحد منهم راح يشيل المراية اللي فوق فتحة التهوية عشان يعرف اللي حصل، فقام ستيف ضربه بالنار. وهنا كل الموجودين بدأ يضرب عليهم نار، لكن بيشوب قدر يقتل أول واحد وبدأ يتخلص منهم واحد ورا التاني. بعدها نط من الغرفة لسطح المبنى، والناحية التانية ستيف قدر يتخلص من اللي هاجموه وقتلهم. بعدها راح لبيشوب واخدوا الحبال ونطوا من أعلى دور، فواحد منهم بدأ يضرب عليهم نار، لكن أول ما الحبل وصل لنهايته بيشوب شد ستيف ودخله الغرفة. بعدها خرجوا من المبنى وسط زحمة الناس، وبيشوب أكد عليه إن كل واحد هيرجع على طيارة مختلفة. ولما كان بيشوب في المطار فجأة شاف شخص يعرفه، والصدمة إنه يبقى سبيستيان اللي كان واحد من اللي اتقتلوا في عملية جنوب أفريقيا اللي قال له عليها الرئيس دين، وكانت السبب في قتل هاري. وهنا راح وراه ودخل معاه الأتوبيس، فبيشوب اتكلم معاه وكان عايز يعرف حقيقة اللي حصل.
فسبيستيان عرفه ان دين هو اللي امره يقتل باقي الفريق، وقال له انه يزيف موته ويختفي، وان هاري كان ضد العمليه وكان هيعمل له مشاكل كبيره مع شركائه في المنظمه. بعدها قامت معركه قويه بين الاتنين، وبيشوب كان عايز ينتقم منه لكن سبيستيان حاول يخنقه بقوه، فبيشوب قدر يفلت ويضربه بعنف. بعدها زقه بقوه من شباك الاتوبيس، وفجاه عربيه كانت جايه بسرعه فدهسته. بعدها بيشوب رجع لكن ما لقاش الحارس ولا المركب الكبيره، فشك طبعا. وهنا وصلت عربيه فيها رجال الدين عشان يقتلوه بعد ما اكتشف اللي حصل، وبداوا يدوروا عليه. وفجاه بيشوب طلع من الميه وضرب واحد في رجليه بسهم الصيد، واخد مسدسه وخلص على الباقي، ولقى الحارس مقتول ومرمي في الميه. بعدها اخد من واحد منهم الموبايل واتصل على دين وعرفوا انه جاي يصفي اللي بينهم. بعدها اتصل بستيف، وستيف فهمه ان معاه رجال الدين وقاعد على الكنبه، فعرفوا ان على شماله فيه مسدس تحت المخده وزرار الامان مفتوح. بعدها ستيف اخد المسدس بسرعه وبدا يصطاد اللي معاه واحد واحد وخلص عليهم. بعدها بيشوب راح لستيف وقال له ياخد المعدات اللي على الرف. بعدها راح يبحث على الكمبيوتر عن الخاتم اللي كان لابسه حارس دين. وهنا لما ستيف كان بياخد المعدات وقع صندوق، وكانت المفاجاه لانه لقى المسدس الشخصي بتاع والده واللي كان محتفظ به دايما. على الناحيه التانيه بنشوف بيشوب قدر يوصل لاسم الحارس وهويته. بعدها اخد شنطته وراح لستيف اللي كان مصدوم بعد ما عرف مين اللي قتل ابوه. وفي الطريق ستيف ساله لو كان بيفكر في اللي قتلهم قبل كده، فبيشوب قال له لا، وبيرجع يسأله لو قتل حد يعرفه قبل كده، فبيشوب استغرب وقال له بعدها راحوا لبيت حارس دين واسمه فينش، فستيف ضربه رصاصة في رجله. بعدها جاب مراته وبنته. بعدها بيشوب مسك بنته وشغل الخلاط الكهربائي وهدده بانه هيحط دراعها فيه لو ما قالوش على مكان دين، لكن فينش سكت ومردش. وهنا حط دراعها والخلاط شغال، وفينش بدأ يزعق ويقول له العنوان، ولكن بيشوب خدعه وحط قطعة لحم مكان دراع بنته. بعدها اتصل بدين وسأله عن الثمن اللي خده عشان يقتل هاري، فقال له بكل برود 50 مليون، وكمان عرض على بيشوب انه ياخد 10 مليون فورا وينسى الموضوع. لكن بيشوب اكد له انه هينتقم منه وعرفه انه خلاص وصل له. وهنا دين بص على التليفون فلقى المكالمة من غرفة الاجتماعات، فراح بسرعة للحراس عشان يخرجوه بعد ما عرف ان بيشوب في المبنى. لكن بيشوب خدعه وتلاعب بشبكة التليفونات عشان يستدرجه بره. بعدها حط كاميرا صغيرة في الجراج، وبنشوف ستيف بيسرق اتوبيس زي ما بيشوب قال له. وهنا لما دين وعربيات الحراسة بيهربوا، بيشوب كان متابعهم من خلال الكاميرا، فاتحرك بسرعة بعربيته وخبط عربية منهم بقوة، فدين هرب بعربيته. لكن بيشوب ركب عربية نقل كبيرة، والاتجاه التاني ستيف سايق الاتوبيس بقوة عشان يعملوا كماشة على دين والعربية اللي معاه. وفعلا ستيف خبط عربية الحراسة بعنف وقدر يخرج قبل ما الاتوبيس ينفجر. فدين لسه هيرجع لورا لقى بيشوب دخل عليه بالعربية بقوة، وبعدها العربية اتقلبت وستيف وبيشوب فرغوا كل الرصاص في دين وقتلوه. بعدها وهم راجعين بالعربية ستيف سأل بيشوب عن الخطة اللي جاية، فقال له اننا لازم نختفي باسماء ووظائف جديدة. وهنا ستيف مد ايده عشان يجيب ازازة مية من ورا، فبيشوب شاف المسدس بتاع هاري مع ستيف، فاتأكد ان ستيف اكتشف ان هو اللي قتل ابوه. بعدها وقفوا في محطة البنزين، فستيف نزل عشان يزود العربية بالبنزين، وفجأة ساب الخرطوم والبنزين بدأ يقع تحت العربية، وعمل نفسه راح يشتري حاجة. وهنا طلع مسدس ابوه هاري وضرب رصاصة في العربية فانفجرت بقوة وبيشوب جواها. بعد كده ستيف راح بيت بيشوب فشغل جهاز المزيكا بتاعه. بعدها راح واخد عربيته المركونة ومشي، وفجأة لقى ورقة جنبه وكانت رسالة من بيشوب له مكتوب فيها لو انت بتقرأ الرسالة دي يبقى انت ميت. وفعلا بعدها العربية انفجرت انفجار شديد وستيف جواها، وفي نفس الوقت حصل مس كهربائي بسبب جهاز المزيكا، وبيت بيشوب انفجر بقوة هو كمان. ولكن المفاجأة هنا ان بيشوب ما ماتش في محطة البنزين، لان في كاميرات المراقبة شافوا شخص بيخرج من العربية قبل الانفجار، وطبعا الشخص ده يبقى أرثر بيشوب. وهنا بينتهي القصة. ما تنساش لو عجبك تلخيصنا تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة. سلام.